ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبنكمل حلقات سون الجزء الثاني بعد اللي حصل من فشل مديرة منظمة الظل. بتتجنن دي تاني مرة يفشلوا في اغتيال سون، وعلشان كده بتصدر امر قتل الظل، وده معنى انه اقوى 3 قتلة في المنظمة هيفضلوا وراها ويقتلوها مهما حصل. ومع وصول سون المدرسة بتبقى في حشرة الكترونية تبع المنظمة بتراقبها في كل خطواتها وبتحدد مكانها بالتفصيل. طبعا اصدقاء وانج اول لما بيشوفوه بيسألوا عمل ايه لما خرج مع حبيبته سون، وفي خلال لحظات سون بتروح وبتتكلم معاهم، وفجأة بيظهر حراسة وبيحاصروهم من كل اتجاه. هنا بيظهر المدير جوي بيقول لهم ان المنظمة اصدر امر قتل الظل وسون في خطر شديد، وعلشان كده حط حراسة شديدة على المدرسة، قوات خاصة بكامل دروعها بتحاصر المدرسة من الخارج، ومن الداخل موجود حراس امن. اما بقى جوه مباني المدرسة موجود مقاتلين من اعلى مستوى، وكل ده لحماية سون من الاغتيال. واخر مرحلة من الحماية انهم هيستنوا في المكتب جوي واللي محطوط عليه تعويذات قوية لحمايتهم، ولو دبانة دخلت المكتب هتموت. وفي اللحظة دي بتخش دبانة المكتب فعلا، بس يا عيني في لحظتها بيظهر ان في قناصة وسحرة محاوطين المدرسة وموجودين على الطيارة الهليكوبتر. مفيش زيه، بيظهر من تحت الارض فينج، واحد من اقوى مقاتلي منظمة الظل، واللي قدر يخش المدرسة من خلال نفق وبدون تردد بيخلص على اي مقاتل قصاده بسرعة وخفة ومهارة، وبكده ساحة المدرسة بقت تحت سيطرته. ولكن من حظ سيء ان جو شافه من خلال كاميرات المراقبة. اما جو فبيظهر غاز غامض بيسيب كل الحراس الاقوياء وبيغمى عليهم في لحظات، وبياخدوا شوية ضرب محترمين. واللي عملت كده هي القاتلة يينج، واللي بتبقى واثقة جدا من قوتها، بس فجأة في شخص بيضربها برصاصة وبعجوبة بتبعد عنها وبتصدم من اللي حصل. وبالله قصادها مرشد جاو بيمنعها تقرب خطوة تاني من المكتب، والا هتكون نهايتها. وهنا بتتأكد مديرة المنظمة ان هدفها موجود في المكتب فعلا، وبتؤمر القاتل جيان اللي موجود على سطح المدرسة متخفي يستخدم مطرقته المدمرة ويهد المكتب فوق دماغهم. جيان قاتل محترف، قوته المبهرة في التخفي اسطورية، لدرجة ان فريق السحرة القوي جدا محدش منهم قدر يلاحظ وجوده، وبكل تركيز بيجمع كل قوته في المطرقة السحرية العملاقة. وباقي القتلة مشغولين في قتالهم لحد ما يخلص مهمته، بس القتال القوي جدا والاسطوري بيبقى من يينج وجاو، والاتنين نازلين ضرب في بعض لحد ما يينج بتهرب. وفجأة وانج بيفتح الباب وبيضربها وبتقع على الارض مش قادرة تتحرك، وبيكمل طريقه كأنه ما حصلش حاجة. وطبعا جاو بيمسكها ينفخها. وفي الساحة القاتل فينج بيقدر يخلص على القوات الإضافية اللي جت علشان توقفه، وبيلاقي قصاده الكلب فبيلعب معاه، بس الكارثة ان الكلب بيعضه وبيسحبوا طاقة الحياة منه، وبيعجز فينج في ثواني. ولكن الصدمة الكبيرة أول لما بيلاقي الكلب اتحول لضفدع ضخم وبيديله ضربة مرعبة وبينهزم في لحظتها. وانجي في الحقيقه كان طالع علشان يستقبل كيس اندومي جاي له على السطح، واول لما بيعدي جنب جيان بيقول له مساء الفل يا عمده. جيان بيتصدم، بيقول لنفسه هو الواد ده شافني ولا ايه، ولا بيكلم حد تاني، بس بيطمن اول لما بيلاقيه بياخد كيس الاندومي وبيكمل تجميع لطاقته. ولكن الصدمه بتبان على وشه لما وانجي بيعدي جنبه للمره الثانيه وبيقول له انا قصدي عليك، ما بتردش عليا ليه؟ وبتستمر الصدمه لما بيقف جنبه وبيقول له ان عمليه الاغتيال فشلت خلاص ومصيرك هيكون زي زملائك. جيان بيغضب بشده وبيبدا يخاف على حياته، وفي لحظتها بيجمع طاقة مرعبة في المطرقة كل اللي في المدرسة بيلاحظوها، وبينزل على دماغ وانج بضربة أسطورية بتعمل انفجار مرعب وخيالي. والمفاجأة وانج واقف في مكانه بياكل اندومي عادي، والمطرقة اتكسرت، وجيان من الصدمة مش قادر ينطق وبيقع على الأرض مش قادر يتحرك، وبيقول جواه مفيش إنسان عنده طاقة روحية بالشكل ده، وبيتقبض عليه. مديرة المنظمة مش مصدقة نفسها، وفي قمة غضبها أقوى المقاتلين عندها انهزموا بكل سهولة. هتعمل إيه بعد كده؟ بيوصل جو للسطح بيقول له أنا كنت واثق إنك هتهزمه بكل سهولة، بس وانج بدون تفكير بيستخدم عليه تعويذة الذاكرة وبيخليه يفتكر ان هو اللي هزم القاتل ده وانقذه. وبيقع وانج على الارض عامل نفسه مغمى عليه وفي حالة صحية حرجة. وبيوصل باقي اصدقائه وبينصدموا لما بيشوفوا وانج بين الحياة والموت. سون طبعا اكتر واحدة متأثرة، حبيبها هيموت يا عيني، وبسرعة بيتم تجهيزه مقصورة خاصة على وينج صممها افضل خبراء الطب في العالم. علاج شامل بيتم رشه على جسمه كل ساعة علشان وينج يخف بسرعة. وينج متضايقة جدا ان ابنها قاعد بيمثل بقاله 10 ايام، واصدقائه قلقانين عليه جدا وفاكرينه بين الحياه والموت، وتطلب منه يقول لهم انه خف خلاص ويبدا يروح معاهم المدرسه. ويا ريتنا جبنا سيره مليون جنيه اصدقاء. وينج كلهم بيخبطوا على الباب جايبين هدايا علشان يطمنوا عليه. مش بس كده، لا الكلب كمان قلقان عليه وحزين انه مريض. ولكن سون كانت واخده الموضوع جد قوي وجايبه حقنه منشطه ضخمه هتعالج وينج في ثواني، وبتبقى مصممه تديله الحقنه ومش ناويه على خير. وينج بيصدم من منظرها وبيقوم زي القرد. بيعرفهم ان كان بيهزر معاهم وانه بقى تمام، وكان مستني يقول لهم على الخبر ده.
الشباب طبعا بيفرحوا جدا وبيقولوا له مرشد جو بعت له الصور لقياس قوته الروحيه علشان خلاص اختبارات القوه الروحيه على الابواب ولازم يشارك في قياس قوته. بيبدا شين باستخدام قوه السحر وتجزئتها قصاده في هيئه كوره وبيطلع له قوته 600 نقطه بس. في نفس الوقت مدرسه الفيصل 59 والمنافس بقوه 60 واحد من اقوى طلاب المدرسه بيستخدم قوته وبيجيب درجه مبهره اكتر من 4400 نقطه، وده بيخليه الاول في القوه على كل مدارس المدينه. ولكن انهم هيفوزوا في مسابقه السيف الروحيه. بيحاول هو يقيس قوته بس بيجيب درجه بتخلي اصدقائه يتريقوا عليه وبيبقى عايز ينتحر بس بيمسكوه بالعافيه. بيجي وقت الجميله سون وقوتها الروحيه المميزه بتجيب درجه ممتازه اكتر من 4000 نقطه بتخليها في المركز الثاني بعد التانج. والنتائج دي كل مدارس بتشوفها على النظام، ومدرسه الفصيل 59 مش مصدقين ان في حد بالقوه دي في المدرسه، وده خلى لائحه اقوى 10 طلاب في المدينه. ودلوقتي الدور على وانج وبيحاول ياخد الاختبار باقل درجه من قوته، بس بالرغم من كده قوته كانت مرعبه للي حواليه، مش مصدقين ومبهورين من ضخامه طاقته الروحيه. بيضطر وانج يرمي الكره اللي صنعها للفضاء الخارجي. المصيبه بقى ان الجهاز مش قادر يقيس قوته وما بيطلعش نتيجه، وبيطلع على نظام الطالب وانج طاقته غير قابله للقياس، وبيتحط اسمه فوق الجميع بدون ترتيب. في صدمه رهيبه للجميع وبيفتكروا ان في خلل بالنظام. وانج ما بيبقاش عايز ان حد يلاحظ مدى قوته المرعبه وبيروح لغوه وبيطلب انه يخترق نظام المدارس ويخلي قوته 175 نقطه بس. في نفس الوقت تانج هو كمان بيحاول يخترق النظام بمساعده فتاة عبقريه بمدرسته، وبيبقى عايز يعرف ازاي وانج حصل على تقييمه ده. ولكن للاسف علشان في اتنين بيلعبوا في بيانات النظام، انظمه الحمايه بتحس ان في حاجه غلط، واول لما بيظهر الانذار بيخرجوا بره النظام قبل ما يتقفشوا وبتفشل محاوله الاختراق. الكارثه ان غو ما قدرش يغير من درجه وينج، بس نتيجه المحاولات بقى محطوط في المركز الاول فوق تانج. طلاب الفصل 59 اول لما بيعرفوا باللي حصل بيتريقوا على تانج وازاي في حد من مدرسه الفصل 60 اقوى منك، وبيتهموا انه بقى ضعيف مش زي زمان. تانج بيتعصب وبيقول لهم ان بعد شهر هتبقى في مسابقه السيف الروحي، وساعتها قابل وينج وسون وهيبان قد ايه هم ضعفاء قصاده. بيتم الاعلان رسميا عن اختبار الطاقه الروحيه، وينج في المركز الاول بدرجه غير معروفه. المعلمه بان مش مصدقه انه متفوق على الجميع، بتقول في خلل بالنظام. جو بيقول لها ان دلوقتي عنده مشكله، وعلشان في اتنين من طلبه من اضمن اقوى 10 طلاب في المدينه، ده هيخلي مدرستهم تقاتل مدرسه الفصيل 59 في مسابقه السيف الروحي، ودي اقوى مدرسه بين الجميع. وزمان حصل 24 مسابقه بين المدرستين والنتيجه تعادل 1 و23 فوز مدرسه الفصيل 59. جو بقى واقف مكانه وكله ثقه ان الطلاب السنه دي هيجيبوا الفوز لمدرستهم. في الوقت ده الاخبار مهتمه بالتدريبات الخاصه بمدرسه الفصيل 59 واللي طلبها قدراتهم عاليه جدا زي المحترفين، واقواهم هو الطالب تانج واللي بيقدر يصنع عشرات السيوف من الطاقه وبيتفادى ضرباتهم كلهم بمهاره عاليه جدا. وبسبب كلام المذيع عنه في المركز الثاني بيتشتت والسيف من الطاقه الروحيه بيجي في دماغه وبيبقى كله غضب. هنا المذيعه بتساله عن مسابقه السيف الروحي ولو في تدريبات خاصه، وبكل ثقه في النفس بيقول لها انه معاه افضل الطلاب في البلد، واستمروا لمده شهر في التدريب من غير اي راحه ويلزموا المدرسه المنافسه. المذيعه بتسال عن الطالب وانج واللي قوته وضعته في المركز الاول. تانج بيتعصب جدا من سؤالها بس بيتمالك اعصابه بالعافيه وبيسيبها وبيمشي. وفي مكتب جو بالله المعلمه بان متعصبه جدا علشان قائمه الطلاب المشاركين في المسابقه كلهم من الصف الاول وما عندهمش خبره، الوحيده اللي هتنفع بينهم هي السون بسبب قوتها، لكن باقي كلامه مش عارفه هتدربهم ازاي. جو بتستخدم وسامته وبيبص لها بنظراته الرومانسيه، بيقول لها انا واثق فيكي وفي قدراتك ومفيش غيرك اللي هيقدر يدربهم. بان وشها بيحمر وبتتكسف، بتقول له انا هعمل كل اللي اقدر عليه وهخليه منافسه في المسابقه، بس هنا بتظهر مشكله، لازم اللي يشارك 5 طلاب على الاقل وهم اختاروا 4 بس. جو بيقول لها ودي حاجه تفوتني، انا اخترت العضو الخامس في المنافسه الكلب السحري بتاعنا. بان يا عيني بتصدم، بتقول له على اخر الزمن هتخلي الكلب يشارك باسم مدرستنا، وعلشان ما فيش اي قوانين ضد الموضوع ده بتضطر توافق على ضمه لفريق، بس الاول بيقيسوا قوته الروحيه وبيحصل اللي محدش عمل حسابه. الكلب بيجيب 5000 نقطه وبيبقى في المركز الثاني، اما تانج فبتبقى في المركز الثالث. الواد يعني مش عارف هيلاحق على مين ولا مين. كده الاربع مراكز الاولى 3 منهم من مدرسه الفصيل 60، واللي مخليها يفرقع من الغيظ ان اللي جاب نقاط اعلى منه حتى الكلب. وفي نفس اليوم بالليل بيبعت المرشد جاو رساله لل5 المختارين بيبلغوا من اداره المدرسه اختاروهم للمنافسه في مسابقه السيف الروحي ضد مدرسه الفصيل 59، ولازم كل واحد منهم يجهز سيفه الروحي خلال 3 ايام. اتشين ابوه بيبقى فخور بيه جدا، بيديله السيف الروحي الخاص بيه واللي صنعوه له يوم ما اتولد. اما غوفاي سيفه الروحي صغير جدا شبه الخنجر
خنجر ولكنه قوي جدا. وبالنسبة لسون فعندها سيف اسطوري خاص بيها، وبسبب اختلاها بيه بقى عنده قوته الروحية السحرية الخاصة بيه، ولو حصل له اي حاجة في المعركة دي هي عاملة حسابها وخلت ابوه يعمل لها 13 سيف احتياطي. وبتيجي المفاجأة، الكلب هو كمان عنده السيف الخاص بيه، وشكله كده هيعمل شوية اكشن حلوين في المسابقة. مفيش غير وانج محدش يعرف حاجة عن سيفه. المهم جو بيشرح لهم ان السيف الروحي علشان تقدر تفعل الروح اللي جواه لازم يكون عندك صبر وطاقة كبيرة، وساعتها الروح هتظهر على شكل انسان او حيوان، مش هتفرق كتير. وبعد كده الروح هتتطور جدا والذكاء هيبقى افضل بمرور الوقت، ولازم كل ده يحصل قبل المسابقة علشان يقدروا يقاتلوا ويستخدموا السيوف في الطيران. في نهاية الكلام يا صديقي بيفتكروا انهم ناسيين سيف وانج، بيقولوا له فين السيف، انت مش ناوي توريه لنا ولا ايه؟ الراجل بيقوم غصب عنه بعد ما بيخلص الاندومي. هو حاليا في مدرسة الفصيل 59 المديرة بتتجمع مع تانج علشان تشوف اخر التطورات في تدريبات المسابقة. بيقول لها ان مفيش قصادهم فرصة للفوز غير انهم يضم ليهم شخص خطر جدا، ولكن قوته هي هتضمن لهم الفوز. المديرة بتبقى خايفة يعمل لهم مشاكل، بس بتقول له تمام يضموا للفريق علشان يفوزوا على مدرسة الفصيل 60. ومن الواضح كده ان المديرة دي بتكرههم جدا لان الواد ده بلطجي جدا وبيستخدم قوته الرهيبة بعنف على باقي الطلاب. دلوقتي الكل قاعدين مستنيين سيف وانج. في الحقيقة هو اصلا ما كانش عايز يشارك في المسابقة لانه ممكن في لحظة يضطر يستخدم قوته، ولو ما قدرش يسيطر عليها ممكن يدمر الارض بالكامل وينهي حياة كل الكائنات الحية عليها. وخصوصا ان اصدقائه والمدربين واخدين الموضوع جد قوي. بيقعد يفكر مع نفسه شوية وبيقول اكيد مش هتحصل مشكلة لو وراهم السيف بتاعه، وبينزل يجيبه من المخزن. بس بيقف هو مذهول من الاخبار اللي على التلفزيون في مبنى حصل فيه انفجار قوات الشرطة وفريق الصحراء بيهجموا على المبنى. بيكتشفوا انه مقر رئيسي لمنظمة الظلال وبيقدروا يسيطروا على مسؤولية المكان وهزيمة باقي الاعضاء بسهولة. وجوي بنفسه بيحضر علشان يتابع الموقف، ودي هزيمة كبيرة لمنظمة الظلال. ومديرة المنظمة بتبقى في قمة غضبها مع تحدي جو ليها وانه هيقبض عليها في اقرب فرصة. بيفتكر وانج سيفه وبينزل يجيبه بسرعة، واول لما بيفتح اللي بيطلع انه السيف مش عادي ومليان بطاقة عالية جدا وتحولت روحه لشكل بشري قوي جدا. وانج بسرعة بيخبيه، وبيبقى من الواضح ان التعويذة اللي محطوطة على راس وانج علشان تقلل قوته بدأت تضعف قصاد قوته الجبارة. تاني يوم بيتقابل وانج مع اصدقائه قصاد المدرسة علشان يروحوا لصالة التدريب لمدرسة الفصيل 59. ولما بيشوفوا انه سيف خشب وشكله ضعيف بيفضلوا يتريقوا عليه، ولكن مفيش دقايق وبيوصل جو مع بانو وجاو بيتأكدوا انه فريقهم جاهز، وبيعرفهم جو انه مسابقة تستمر لمدة 5 ايام بالكامل. ومع وصول الاتوبيس الخاص بيهم بيظهر واحد من فريق الصحراء للدفاع عن المدينة، بيقول لجو ان في حاجة خطيرة حصلت ولازم تيجي معايا، وعلشان كده بيضطر يسيب الفريق لوحده وبيروح مع الصحراء. والمفاجأة انهم قدروا يمسكوا مديرة منظمة الظلال كلها وحابسينها في غرفة خاصة. ولكن اول لما جو بيقرب من عينيها بتحصل له صدمة رهيبة، بيكتشف انها روبوت مش اكتر، وفي خلال لحظات الروبوت بينفجر بقوة رهيبة بتغطي المبنى بالكامل. ومن بعيد مديرة منظمة الظلال الحقيقية كانت قاعدة بتتفرج وهي سعيدة ان خطتها نجحت وانتهمت من جو وحولته لغبار. وبتمر السواق بتاعها يتابع الاتوبيس مدرسة الفصيل 60 علشان تقتل سون بنفسها، وبتفتكر خطتها الجهنمية لكل اللي حصل ده من تخطيطها من ساعة المعلومات اللي وصلت لهم من مقر المنظمة لحد لحظة القبض على الروبوت المفخخ، وكل ده علشان تتخلص من جوي اللي وقف كتير قصاد خطتها الشيطانية. بيوصل اخيرا فريق مدرسة لمقر الفصيل 59 وبترحب بيهم المديرة في المكان، وفي اللحظة اللي بتشوف فيها المعلمة بان بيظهر الغضب عليهم هما الاثنين، ومن الواضح ان ليهم تاريخ مع بعض. في الحقيقة الاثنين كانوا في مدرسة 59 وهم صغيرين كانوا اعز اصدقاء، بس حصلت حاجات كتير خلتهم اعداء. المهم ان المديرة بتمثل دور البريئة وبترحب بسون، وطبعا ده لانها لا اغنياء جدا وكان نفسها تيجي المدرسة بتاعتها بس سون رفضت. المديرة في اللحظة دي بتغضب جدا، بتجمع قوتها وبتطلق شعاع قوي على وينج بيخترق قلبه، ودي كانت حيلة علشان تعرف قوته، علشان وينج عليها التعويذة بيبان ليها ان قوته 5 مش اكتر. بيستغل وينج فرصة وبيمثل انه مريض من اللي حصل وبيقع على الارض وهو بيتألم. الكل بيجروا عليه وهم مرعوبين جدا، وفي اللحظة دي بيظهر روح السيف لوانج وبيقول له ان التعويذة هتتكسر خلاص بسبب اللي عملته المديرة. وقبل ما يخلص جملته التعويذة بتتدمر تماما وبتطلق موجة ضخمة ومرعبة من الطاقة في المدينة. الكل بيحسوا ان الطاقة دي خارقة للطبيعة لا يمكن احد يمتلكها. مديرة المنظمة بنفسها بتقول ان لو الشخص صاحب الطاقة دي في المكان هتموت في لحظتها، وبتقرر تنسحب من المهمة وهي مرعوبة. وبعد ثواني تختفي الطاقة الروحية من المكان. دلوقتي وينج في كامل طاقته الخيالية وهي على الارض لسه بيمثل انه مريض ومحدش فاهم اللي حصل. بس المصيبة ان لو وينج ما خدش الحلوى الذهبية اللي بتقلل من طاقته الروحية ممكن يحصل عدم استقرار جواه. دلوقتي الكل فاكرين ان المديرة هي السبب في اللي حصل، فهي بتدافع عن نفسها وبتقول لهم ان وينج بيمثل عليهم مش اكتر، وكل اللي عملته انها قاست قوته. وبتسأل تانج لو كان هو السبب في الطاقة دي، ولكنه بينكر بس من جواه بيقول يمكن يكون السبب الواد البلطجي اللي جابه معاه للفريق. وقبل ما ترى مديرة المنظمة بيجي لها
التليفون ان عمليه التفكير فشلت وما حصلش اي حاجه لجوي، وده بفضل رد فعله السريع في ايقاف اي تاثير مدمره للقنبله في الوقت المناسب، وكل اللي خرج منها طاقه روحيه عنيفه مش اكتر. ونتيجه اللي حصل بينتقل وينج للمستشفى، وخطته لحد دلوقتي ماشيه تمام وزي الفل علشان ما يشاركش في المسابقه. وبكده يكون خلص ملخصنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناه علشان تشوف حلقاتنا الجايه. سلام.